تفضل السي عبد الصمد حيكر. مرحبا. ما سمعتكش السي. ديك الكلمه التفصيليه غنصيفطها لك من بعد ان شاء الله، دابا نديرها ملخص. شكرا سيد الرئيس. احترام البرلمان دليل على التشبع بالثقافه الديمقراطيه والعكس بالعكس. ما كتحترموش الدستور سيد رئيس الحكومه، كان خصكم تجيو 4 المرات خلال هذه الدوره، جيتوا يلاه 2 المرات. كان خصكم تجيو تجاوبونا على اسئله تتعلق بالسياسه العامه، كتكلموا معنا في سياسه قطاعيه. كان هذا الموعد الهام يكون فرصه للحديث على قضايا حارقه. بالمناسبه المثال ديال الاطر الصحيه وطلبه كليه الطب اللي بالمناسبه كنلتمسوا انكم تدخلوا في القريب العاجل باش تسدوا هذا المشكل يعني توفروا السكينه للمغاربه. ما تكلمتوش على الالتزامات ديالكم في البرنامج الحكومي، وهذا دليل اخر على انكم ما كتحترموش البرلمان. ما دويتوش عليه لا انتم لا الاخوان، مع كامل الاحترام المتدخلين باسم الاغلبيه. نتكلموا على التركه الثقيله. اييه سي رئيس الحكومه، انتم كنتوا عضو في هاد 2 الحكومات اللي فاتوا، انتم مشرفين على 2 البرامج هامه تصرفت عليهم ما يقارب 200 مليار. برنامج تقليص الفوارق المجاليه، شنو النتيجه ديالو؟ حسب المجلس الاعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي هو استمرار التباينات المجاليه، التفاوتات التنمويه، واشكاليات الولوج الى الخدمات الاساسيه. شنو النتائج ديالها؟ تهديد الاستقرار الاجتماعي والحد من النمو الاقتصادي. ها النتيجه الاولى. البرنامج الثاني هو مخطط المغرب الاخضر اللي كيتكامل مع هذا. شنو النتيجه؟ شكون اللي كان مسؤول عليها؟ شكون اللي مسؤول على هذه التركه؟ جا البرنامج، جا الزاد الحوز للاسف باش يعري الحقيقه ديال هذا الاشراف ديالكم على هذه 2 البرامج بجوج. جات التعليمات الملكيه الساميه المتعلقه باعاده البناء والاعمار، دارت المؤسسه ديال الوكاله، تعطات الامكانيات الماليه، تعطات الامكانيات التشريعيه. النتيجه شنو هي؟ هي المعاناه تاع المواطنات والمواطنين في الحوز المتضررين، وجمعوا ما بين المعاناه تاع الشتاء والصيف، وربما راهم كيفكروا حتى هما يزيدوا يحتجوا لانه اشرافكم كرئيس ديال اللجنه البيئيه الوزاريه النتيجه في الواقع لا شيء. السكن سيد رئيس الحكومه، المدن بدون صفيح. بالمناسبه البرنامج انطلق في 2004 ماشي 2014. 61 مدينه تم الاعلان عنها قبل مجيء هذه الحكومه المبجله. معناتها الحصيله ديالكم ضمنيه كتعترفوا في القضاء اعلان المدن بدون صفيح في العهد ديالكم 0. المدن العتيقه كاين فقط، ما كاينش اضافه مدن عتيقه جديده في العهد ديالكم. كاين استمرار تدبير ما تقرر سابقا وتم الشروع فيه سابقا. وهنا كنحيلكم على المآسي. النموذج هو المدينه القديمه الدار البيضاء، تشريد تهجير ممنهج لفائده عدد من الفئات المحظوظه من الملاكين والمقاولين والمضاربين. الدعم ديال السكن السيد رئيس الحكومه، اسمحوا لي نتوجه لكم شخصيا، انتم اخر واحد ممكن تتكلموا على هذا الموضوع، لكم ما مقتنعينش ابدا بالدعم المباشر للمواطنات والمواطنين، ما كتامنوش به. ثقافتكم السياسيه ما كتسمحش به. الجمع ديالكم بين الثروه والسلطه ما كيسمحش لكم به. اجيو نذكروا عليه في الواقع. هذا البرنامج من بعد ما دمرتوا القدره الشرائيه ديال المغاربه، واخا توفر لي مليون دعم، شكون اللي غيجي يقبل عليه؟ دمرتوا القدره الشرائيه، حطمتوا الطبقه المتوسطه، الافلاس المقاولات، الملايين المغاربه كيلتحقوا كيتجاوزوا عتبه الفقر. كيفاش غادي يكون هذا الاقبال؟ المضاربات العقاريه، الوتيرات، حتى العرض السكني في تراجع، لان الوتيره الانعاش العقاري في عهد الحكومه ديالكم في تراجع، واحد اسبابها الغلاء ديال مواد البناء، واللي بالمناسبه هي مرتبطه بالاشكال في الفشل ديالكم بالتدبير ديال ازمه التضخم، وايضا التحكم ديالكم والتواطؤ ديالكم كفاعل اقتصادي في السوق المحروقات اللي كان سبب رئيسي في الغلاء ديال واحد العدد ديال المواد وديال الاسعار. حاجه اخرى سيدي الرئيس، هذا من بين المشاكل تاع هذا البرنامج في دعم السكن هو حرمان الساكنه ديال المناطق القرويه والجبليه منه، لانه ما كاينش عرض سكني داخل المناطق القرويه والجبليه. وثانيا لان الساكنه ديال هذه المناطق محتاجه الى دعم البناء ديال السكن وليس اقتناء السكن، ومحتاجه الى تدابير مسطريه وضوابط التعمير ملينه ومخففه.
لذلك بهذا البرنامج ايضا غادي نتوقعوا في تكريس التباينات المجاليه. سيد الرئيس، الموضوع ديال التعمير، اسمح لي نبدا معكم بواحد القضيه. التعمير اذا وقف كيتراجع الاستثمار، والتعمير مرتبط اساسا بالرخص. سيد الرئيس، دير واحد الجوله شويه في الجماعات اللي كترأسوا، راه العنوان الابرز اللي ولا هو الابتزاز والفساد، لدرجه انه المنعشين العقاريين كيتشكاو، المهندسين المعماريين كيتشكاو. ولا بغيتي نعطيك بعض الامثله، نعطيك نموذج الدار البيضاء وكبريات المدن. كاين فساد حقيقي غير مسبوق، اتقوا الله في هذه البلاد. الحاجه الثانيه، المنصه الرقميه. سيد الرئيس، رخص مكنات المغرب في واحد الوقت باش تربح 12 نقطه في الترتيب ديال دوين بيزنس. اليوم كاين تراجع. في الوقت اللي كنا من قبل في العهد ديال الحكومتين السابقتين كنتكلموا على امكانيه التوقيع على الرخص سيونس تونونت قبل 12 الليل، اليوم المعدل ماشي هو 15 يوم، المعدل هو واذا ما مشاوش الناس عند بعض المسؤولين والازواج ديالهم ما كتحلش المشاكل ديالهم. شكرا سي عبد الصمد. كلمة الآن للنواب غير المنتسبين. النائب المحترم سي عبد الرؤوف عبد اللوي معا في حدود دقيقة و20 ثانية. السيد رئيس الحكومة المحترم، السياسة التعمير الجيدة تساهم أولا في تعزيز فرص الشغل في مجالات البناء والهندسة والخدمات، ثانيا بتوفير السكن اللائق بأثمنة معقولة لجميع الفئات الاجتماعية، ثالثا بتعزيز الأمن الاجتماعي. السيد رئيس الحكومة، تحقيق سياسة تعميرية فعالة يتطلب حكامة جيدة كوامل المسؤولية والشفافية حتى يحظى بلدنا بتنمية وعدالة مجالية متوازنة ومستدامة، وهذا غائب في الجهة التي أنتمي إليها، حيث التدبير العمراني يخضع لمنطق المصالح الانتخابية والرشوة أكثر مما يخضع للمصلحة العامة. فمدينة فاس شوهت هندستها وأهدرت ثرواتها الطبيعية من أراضي زراعية خصبة ومناطق غابوية، تحولت في بداية القرن 21 إلى تجزئات سكنية مشوهة. فالثقافة السياسية السائدة هي الاغتناء الغير مشروع. جهة فاس مكناس تحتاج إلى تجهيزات تحتية وفوقية، الماء، الكهرباء، التطهير، المناطق الخضراء، النقل الحضاري، المسابح، مناطق سياحة المائية، سياحية تجارية. وهذه الجهة تراكم اختلالات في بنياتها لا تؤهلها لاستقطاب الاستثمارات وخلق الثروة، مما يتطلب اعتمادات بملايير الدراهم لإعادة هيكلتها. في الختام، يجب إزالة الإكراهات التي تعيق الاستثمار العقاري. شكرا السيد النائب. الكلمة